السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بقالنا كام يوم كده، حوالي اسبوع تقريبا يعني. بننام ونصحى ونصحى وننام على موضوع واحد بس، وهو ان في واحدة ست اسمها مروة ادعت وقالت انها بنت حسني مبارك. الموضوع ما يهمناش اصلا هي بنته او لا يعني، مش شاغلنا، لان هي لو بنته مش هتضرنا، او لو مش بنته برضو مش هتضرنا ولا هتفيدنا في حاجة. يعني الحتة دي انا مش بهتم بيها اصلا، وغالبا كلنا مش واخدين بالنا من الحتة دي اصلا يعني، او ما يهمناش. بس الكلام اللي هي بقى بتقوله كلام كبير، وكلام يخص امن بلد ويخص ناس كتير، فاحنا مش فاهمين نصدق ولا نكذب. يعني هي قالت ان ابراهيم شيكا الله يرحمه لاعب الزمالك اللي توفى من قريب دوت، ان هو متباع اعضائه ومراته عارفه، وان متباع اعضائه عن طريق وفاء عامر وكل الكلام دوت. طب ايه دخل وفاء عامر في انها ت... ت... يعني الشخص ده يبيع اعضائه؟ ما تبقاش فاهم. المهم هي وضحت وقالت ان هي وفاء عامر اصلا أم، يعني مع شبكة تجارة اعضاء وتجارة حاجات تانية كتيرة، يعني هي لبخت في حاجات تانية كتيرة كده. المهم الست دي لما تسمع كلامها، والست دي قالت كلام يعني، جابت اسامي ناس كتير فيها، ناس تعرفها وناس ما تعرفهاش، وناس تحت وناس فوق، يعني جابت من كل حته شويه. حتى الناس اللي بيعملوا على التيك توك لايفات زي ام ساجده وام مكه وام مش عارفه مين وام مين الامهات الغريبه دي اللي طلعوا لنا دي، برضو قالت عنهم ان هم تبع غسيل الاموال، تبع وفاء عامر. يا نهار ابيض، وفاء عامر في ايه ولا في ايه؟ المهم ان انت ايه، تسمع كلام الست دي تحس انك مصدقها لان كلامها مقنع قوي الصراحه. تسمع كلام وفاء عامر تقول تحس برضو انك مصدقها لان كلامها برضو مقنع يعني. الست دي قالت ان وفاء عامر بتغسل اموال ومش عارفه ايه عن طريق التيك توك والكلام دوت، والناس دولت من ضمن يعني اللي بتجيب عندهم اللي بتغسل عندهم الاموال، اللي هم ام مكه وام ساجده والناس دي. حلو ماشي. تيجي تشوف بقى وفاء عامر لما تتكلم تقول لك انا مش محتاجه. هي فعلا مش محتاجه، ما هي وفاء عامر ممثله ولحد دلوقتي بتمثل، يعني مش جار عليها الزمن وكانت ممثله زمان وقعدت والكلام ده. لا، هي لحد دلوقتي بتمثل، ولحد دلوقتي ليها مسلسلات بتنزل في رمضان وشغاله لحد دلوقتي. فكنا مش محتاجه، ده كلام اقنعني بصراحه انها فعلا مش محتاجه. فمش محتاجه لا تبيع اعضاء ولا تتاجر في حاجه، لان الممثلين احنا عارفين اجورهم غاليه جدا، وما شاء الله يعني هم عندهم ياما، فمش محتاجين. فهي قالت انا مش محتاجه، مش محتاجه شهره، مش محتاجه فلوس، مش محتاجه اي حاجه. ده حقيقه. برضو تيجي من ناحيه تانية، طب لما هي مش محتاجه هي بتقعد لايفات تيك توك ليه اصلا؟ برضو انت تحس طب ما ايه ده؟ فانت هنا محتار. بس الغريب في الموضوع كله بقى ان لما الست اللي اسمها مروه ديت جابت اسامي ناس كتيره، وفاء عامر وغيرها، انا شايفاها لحد دلوقتي لسه بتعمل لايفات. انا المفروض ان اول حاجه تحصل يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، دي تتجاب من بيتها. لو هي كدابه تتجاب من بيتها، تعمل معاها تحقيق، تثبت الحقيقه انها كدابه، علشان اسامي الناس الكتيره اللي هي جابتها دي هي لطخت الاسامي دي في الطينه. فالمفروض لا، الناس دي تطلع شريفه وتطلع نظيفه، فالست دي يتقبض عليها ويتحقق معاها ويتثبت براءه الناس دي. انا ما شفتش كده، وما شفتش برضو ان حد رفع عليها قضيه. هو اتقال ان اترفع عليها قضيه، بس ما هي قاعده في بيتها وبتعمل لايفات اصلا. وكمان ما شفتش حاجه. يعني الست ما شاء الله عماله تعمل لايفات وتجيب كل يوم، تجيب اسامي ناس اكتر من اللي فاتت، تجيب اسامي ناس اكتر من اللي فاتت، وقضايا اكتر من اللي فاتت، وقاعده ما شاء الله شغاله. طب ايه؟ ما حدش هي مثلا لو هي كدابه ما حدش هيوقفها عند حدها؟ طب لو هي صادقه، ليه الناس اللي هي جابت اساميهم ما تاخدوش دلوقتي تحقق معاهم؟ ايه كميه القضايا وكميه القرف اللي هي بتقول عليه ده؟ يعني انت تحس ان انت هنا واقف محتار، مش عارف الحقيقه فين. لان هي لو صادقه كان زمان الناس اللي هي بتقول عليهم دول اتجابوا واتحقق معاهم، وده ما حصلش. وهي لو كدابه كان زمانها اتجابت هي واتحقق معاها، وده ما حصلش. فايه ده؟ لا بجد، انتوا بتلعبوا مع بعض ولا انتوا متفقين، ولا ده هزار بينكم وبين بعض بقى انت وهم؟ ما انا مش شايفه اي حد اتحرك. انا شايفه كل اللي اعرفه ان وفاء عامر دخلت قالت انها بريئه من الكلام دوت، وانها مقومه محاميين طب مقومه محاميين والكلام ده. هي الست قاعده في بيتها لحد دلوقتي وعماله تتكلم، مفيش مشكله عندها، كل يوم لايفات وبتجيب اسامي ناس. فين الناس دي؟ ما كل الناس دي لو حرروا محاضر ضدها دي كان زمانها دلوقتي مش في بيتها. حتى لو هي كدابه، على الاقل برضو كان بيبقى يكون بيتحقق معاها دلوقتي.
ده مش حقيقي، ده اسماء جلال عشان مصفف الشعر جاب اسمها كده بس في كلمتين، في تاني يوم اتقبض عليه، وبتشكر رجال الداخليه بسبب الموضوع دوت. امال بقى الموضوع دوت بتاع مروه ده موضوع كبير، انا لا شايفاها اتقبض عليها ولا اتحقق معاها، ولو كانت عمل لها محضر فين يا جماعه؟ فين المحاضر دي فين؟ يعني انت لو كل الناس اللي هي ذكرت اساميهم كل واحد عمل لها محضر واحد بس سب وقذف بس، مش محضر اي حاجه تانية، كان زمانها دلوقتي بيتحقق معاها 100 تحقيق بسبب الناس دي كلها. جابت اسامي ناس كتيره كلها على التيك توك، ومعظمها شغال في الفن بس بامانه انا في ناس كانت بتقول اساميهم انا ما اعرفهمش، يعني عمري ما سمعت عنهم. اساميهم كفايه، اساميهم لوحدها قضيه اصلا، اساميهم بايخه كده، اسامي تحس الناس مخدرات يعني عارفين. وابحث بقى عن الناس دي اشوف مين الناس اللي بتقول اساميهم دول، يعوذ بالله ايه يعني يتحاسبوا بس عشان منظرهم، يعني استغفر الله العظيم يا رب، منظرهم مش ناس سويه بامانه. فده يحسسك ان الست دي فيها شيء من الصح شويه، بس برضو انا مش قادره اصدق انها، يعني انا لا قادره اكدبها بامانه ولا قادره اصدقها، لان الموضوع كله عمال يقول لك ايه، بلاغ للنائب العام، بلاغ ما تروحوا يا جماعه تعملوا بلاغ ضدها في الاسم، ولا تعملوا محضر ضدها، روحوا بنفسكم كده وحرروا محضر ضدها، خلوها تتجاب ويتحقق معاها، علشان انتوا صادقين وانتوا اللي كويسين وانتوا اللي شرفاء. ده ما حصلش، فانت تحس ان في حاجه غلط، في حاجه غلط بجد. وجايبه اسامي ناس من بره ومن جوه، دي جابت اسامي ناس انا ما اعرفش دول مين اصلا ولا بيشتغلوا ايه حتى، بس اللي انا اعرفه او اللي هي قالته يعني ان دول تبع تجارة اعضاء وشبكات مش عارفة ايه، حاجات مخلة بالاداب ومخدرات واثار. غالبا مفيش جريمة او مفيش تجارة غير شرعية ما بيتاجروش فيها، ده على كلامها هي برضو. فهم ازاي ساكتين وهم شرفة وهم براءة بس يعني؟ وبالنسبه للمحاميين اللي قومتهم وفاء عامر، هم ما اتحركوش لحد دلوقتي. ازاي الست دي لحد دلوقتي لو انتوا صادقين يعني، ازاي الست دي لحد دلوقتي شغاله لايفات وبتجيب اساميكم وبتذكركم كل يوم بالغلط؟ يعني المفروض لو حد يعني لا قدر الله جاب سيره حد بحاجه وحشه والحد ده بريء بسرعه، مش يعمل بقى لايفات. وهم بيردوا على بعض دلوقتي لايفات، واحنا كشعب ما شاء الله قاعدين نتفرج شويه على دول ونصدقهم، وبعدين شويه على دول ونصدقهم. ما انت كل ما تتفرج على حد تحس ان هو بيقنعك الصراحه يعني. فانت مش فاهم يعني ايه اللي بيحصل ده. انتوا بتردوا على بعض لايفات، فين القواضي وفين اللي يثبت لنا احنا ان مين شريف ومين كذاب؟ اساسا مفيش. انت كشخص كده قاعد بتتفرج على الردح اللي هم بيردحوه والشرشحه اللي بيشرشحوها لبعضهم وخلاص. وبعدين في حاجه تلفت نظرك برضو، في ناس يعني بقوا اثرياء واغنياء من العدم، فجاه تبص تلاقي دي اشترت شقه، ودي لبست ذهب من هنا لهنا، ودي سافرت بره تعمل لك اعلانات، وهم اصلا ناس كانوا يعني ما حدش يعرفهم غير اولادهم مثلا اللي عايشين معاهم في البيت بس. يعني مثلا انا في حاجه برضو مستفزاني قوي، اللي اسمها مساجده دي، الست دي عليها حنجره، يا ساتر استر يا رب من صوتها، اللهم احفظنا. اقسم بالله ضوضاء، والله سمعت لها دلوقتي لايف بتشرشح فيه، قسما بالله ودني وجعتني، ضوضاء. الدي جي اهدى منها شويه. المهم ان الست دي بتسافر وتعمل اعلانات، يعني معلش ايه البراند او ايه المكان اللي ممكن يخلي ست زي دي تعمل له اعلان؟ ده اقسم بالله ده انت لو بيجي لك 5-6 اشخاص يعني هيشتموا فيك 50-60 شخص بعد كده. ايه يعني دي تعمل اعلانات ازاي؟ تعمل اعلانات لايه؟ دي تعمل اعلانات للمخدرات. يعني ايه المنظر ده اللي خلوها تعمل اعلانات؟ ما علينا. الست دي فجاه طلعت، فجاه لبست دهب، وفجاه سافرت، فجاه بعد تعمل اعلانات. ده يشككك برضو ان في حاجه مش طبيعيه. اللي اسمها ام مكه دي بتاعت الفسيخ دي، فجاه اشترت شقه، فجاه هو ايه يا جدعان؟ كل الحاجات دي منين؟ ما انتوا برضو يعني يا جماعه بصوا، احنا والله العظيم ما عارفين نصدق مين ونكذب مين. انا لحد دلوقتي لا بقول لا الست مروه دي كلامها برضو مش منطقي، في حاجات كتيره تحس انك لا مش قادر تصدقها، بس شويه تبص لا يا جماعه، لا في حاجات هي بتقولها يعني لو فكرت فيها شويه ان في ناس هبطت عليهم ثروات كده منين؟ ما احنا قاعدين اهي ما نطرتش علينا يعني. مثلا في ايه؟
بجد والله العظيم. فانت لا انت عارف تصدق ولا انت عارف تكذب، ومش عارف الموضوع ده منين بيودي على فين. في حاجات غريبه كده، وغالبا الموضوع هيطلع فيه حاجه برضو مريبه يعني. حتى لو طلعت هي كدابه يعني، طب مين اللي وراها؟ مين اللي زقها تفضح الدنيا دي كلها؟ او يعني مثلا لو هي كذابه مثلا، مين اللي خلاها يعني تعمل البلبله دي والضجه دي؟ طب لو هي صادقه في حاجه كمان، مين اللي عرفها المعلومات دي كلها؟ يعني مش ممكن شخص واحد يبقى عنده معلومات عن كل ده. برضو في حاجة تانية يعني تحسسك ان في حد عايز يعمل حاجة، فانت مش فاهم والله العظيم. بس انا لحد دلوقتي احنا لا قادرين نكذب ولا نصدق، لان لا هي اتجابت وتحقق معاها، ولا وفاء عامر هي والناس اللي ذكرتها اتجابت وتحقق معاها. فلو في حاجة صح كان في حد اتحقق معاه، ولو في حاجة غلط كانت هي اتحققت معاه. ما انت مش فاهم، ما انت مش فاهم والله العظيم. ان شاء الله ربنا يظهر الحقيقه، بس عارفين قلبنا كده رايح ناحيه حته معينه يعني انا مش عايزه برضو ايه، ان بعض الظن اسم. مش عايزه اقول انا قلبي يعني مايل لاني طرف اكتر، لاني ممكن مش كل حاجه احنا بنحسها هي الحقيقه، لا انت بتحس حسب دماغك ما نفسك مثلا. لكن مش قادره اقول احساسي رايح ناحيه انهي اتجاه، عشان لا ممكن اكون غلطانه وممكن اكون حقيقه. احنا مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل. وده احنا كل يوم نتفرج على لايف لفلان ولايف لعلان، يقعدوا يردوا على بعض في اللايفات ما شاء الله. والقضايا دلوقتي بقت تتحل على التيك توك، ويبرئوا بعض ويتهموا بعض على التيك توك ما شاء الله علينا. برضو معظم الناس تقريبا، اذا ما كانش كل الناس، قلبها متجه ناحيه، مايل ناحيه سكه او شخص، طرف معين من الطرفين. بس برضو كله مستني يقول الحقيقه، لان احنا مش قادرين نجزم ايه الحقيقه بالظبط، لان الحكومه سايبانا كده نفكر بقى. يلا انتوا هي فوازير بقى وانتوا حلوا. ربنا يحفظ لنا اولادنا وينصرهم على كل عدو، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسلمنا من كل سوء ويسلم اولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يحسن ختامنا جميعا ويثبتنا على ديننا، اللهم امين. الواحد بينسى الدعاء والله العظيم من كتر اللي شاغل دماغه يعني. ربنا يهدينا جميعا ويحسن ختامنا، امين يا رب العالمين. وربنا ينصر اخواتنا المستضعفين ويسد جوعهم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسلم يا رب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.